السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ جيسبر تكونوا بيان. الحمد لله حنا رانا غا الحمد لله يا رب. حنا لو فات كنشوفوكم نتوما تكونوا ملاح، حنا رانا ملاح الحمد لله. خوتي على بالنا بلي راكم باغيين قصه فري شابه بزاف، ورانا جايب لكم عفسه فري شابه بزاف، واللي هي قصه تاع ليدر. ما تقولهمش. وقبل ما نحكوا لكم واحد العفسه على الفيديو تاع اليوم، ميلود عندها هضره با يقولها. بغيت نقول لكم خوتي باللي خوتي من العائله تاعنا، الا تعرفوا العائله تاعنا باللي رانا درنا تريكو تاعنا تاع اونبرانت. ماذا بكم خوتي تدخلوا في السيت وتشروا تريكو تاعكم، تعرفوا باللي من تشروا راكم تونكوراجونا وتدعمونا ديريكتومون، وفي اول كومونتير تدخلوا وشروا تريكو اللي يعجبكم. وسيرتو الدخله قربت، ماذا بينا تكون عندكم كوليكسيون تاع قادو ميلود تاع اونبرانت تدخلوا بها سواء في السهم سواء في الليسي سواء في الجامعه، كاع تدخلوا تقروا بها باش كيسقسوكم تقول لهم هذه مش تاع قادو ميلود، واه تاع قادو ميلود، او صافي بليزير. هذا مكان. دونك خاوتي هذه هي اللي بغى يدعمنا وباغي يشري يهود تحت يكليكي في اللين يخرجها في السيت ويدير الباقي. دونك فوالا خوتي، سمحونا لا طولنا عليكم، ولكن دروك غادي ندخلوا في القصه تاعنا تاع اليوم اللي فري شابه بزاف، واللي فيها غادي نحكوا على قصه تاع والت ديزني اللي دار ديزني مولاها. خاوتي غادي نرجعكم شويه للرول. شغل ايماجينو معايا بيان، خرجت من البريمير من السنه الرابعه ولا السنه الثالثه، جيت خارج بالكرطاب تاعك الكاري هذاك والمئزر هذاك تاعك، كليت اللومجه في البريمير، خرجت حشيه كانت الزوج هكا تاع المقيل نوتصو انت تجري باش توصل لداركم. كي توصل للدار تقلع كرطابك تقيسه ديريكت، تقلع البوط تقيسه في الدخله ديريكت، تتغطى كيما راك شويه ماكله قدامك، تشعل لا تلفزيون ميكي ماوس ولا دافي دوكس. الماكله كل ما نتفكر ديك لا بيريود تجيني في راسي طبسي عدس وقرعه حمراء تاع هذوك اللي كانوا يديروا 3000 تاكري، هذيك اللي تحل هاك شغل بالبوشون تحديد اللي ما فيهاش ماركه، ما بناش يسموها. خاوتي هاد صوالح كاع تاع الطفوله تاعنا اللي عشناهم خدمهم ولا كان السبب تاعهم واحد الانسان. اليوم جينا نحكوا لكم شكون هذا البنادم اللي كيما نقولوا شارك في الطفوله تاعنا، اللي هو كيما قال لكم والت ديزني. ايا معنا في ليستوار تاع والت ديزني. ولكن قبل ما نبدو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدو القصه تاعنا. 5 ديسمبر 1901 في شيكاغو في امريكان كان كاين واحد الكوبل متزوجين، إلياس وفلورا ديزني. كان عندهم 3 اولاد هذاك الوقت، وكانوا قارعوا في الولد الرابع. الولد الرابع اللي هو والتر، اللي هو والت ديزني ولكن اسمه والتر. خوتي غير بغيت نقول لكم باللي باسكو كاين بزاف اللي ما على بالاش، ومنهم انا بكري، ديزني هو اسمه. شو انا سميت عفسه بلاتفورم اسمها ميلود، شو تروح تفرج ميكيات في بلاصه اسمها ميلود. فوالا هذه ميلود تولي ريفيرونس للميكيات كيما ديزني. دونك والتر ديزني اسمه. ما كانت مدرسه تقري، وبوه كان خشاب كيما نقولوا يخدم اللوح، يخدم نجاره تواقي بيبان كل ما هو متعلق باللوح. والتر من زاد العوام الاولى تاع الطفوله تاعه عاش في واحد المزرعه، كان هو وبوه وامه وخوته عايشين في مزرعه. كي نقول لكم مزرعه خوتي تسمى كان فيها حيوانات. هنا اللي تبدا العفسه الاولى تاع والتر في الرسم. ملي كان صغير طفل صغير، هذوك الحيوانات اللي كان يتعايش معاهم كان يرسم كل ما هو كلب، معزه، خروف، بقره، دجاج، حيوانات كاع تاع المزرعه كان يرسمهم. وتماك والتر بدا يبان بلي موهوب باسكو في هذاك لاج وفي هذاك الوقت ويرسم. ولكن إلياس الاب تاعه كان كونتر ولا كان ضد هذا الشيء اللي راه يدير فيه ولده. ماغري كون عاد صغير ولكن كان ضد انه يرسم باسكو خافه الا يكبر ويقعد يرسم وكان تبان له تضيع وقت. كان يقول له باللي الرسم ما غاديش يوكلك، كيما كريستيانو والمعلمه تاعه كانت تقول له بولا ما غاديش توكلك. يحقروا انسان على كل الرسم وكله هو واولاده وحفاده ومازال حفاد يقولوا ياكلوا. ولكن خاوتي في القصه لازم تعرفوا بلي خوه روي عنده خو اسمه روي. هذا روي كان كيما نقولوا يحميه، كان دراعه. علاش كان يحميه؟ شو اللي يخليه مخبي ولا خازن هو يعسه، والتر يكون يرسم يعسه غير من بوه يجي جاي في كولوار يقول له وي قيس الوراقي راه جاي يقيس الوراقي. تما كان يخليه يدير الحاجه اللي يبغيها ويعاونه. على بالك كبرت الله فيه ومن بعد تفهم. ولكن المشكله الوحيده اللي كانت كاينه في هذيك المزرعه انه كان كاين البرد بزاف. الاب إلياس مرض، من مرض قرر انه يرحل لواحد البلاصه اسمها كونساس، من الميسوري يروح لكونساس. هنا بدات تخلط كي تديني انا من الحيوانات تاوعي هي تنقطعك شغل غادي نولي لافيل واطا الحس شركات مانيش موالف هذا الريت. ولكن الاب إلياس الراي تاعهم ما يهمش، رفدوا صوالحكم انا مرضت بزاف غادي نروحوا لكونساس سيتي. من ولاو بزاف فقراء ما لحقوش شغل في المعيشه، اوتوماتيكمون روي ولده والتر عاونوا بوهم ولاو بكروا 4 صباح ويبيعوا الجرائد مع بوهم. موراها في 1915 والتر راح عند بوه إلياس وقال لها اسمعني الحاج دخلني نقرا في مدرسه عرس. يتبالك اني نضيع وقت بنزين نضيع بزاف وقت دابا. مور معاناه ودبازي وبزاف هضره بوه دخله
صايك شغل سماط عليه، دخله قال له صحة دبر راسك ماشي مشكل. والتر بدا يتعلم، ولكن موراها بعامين عاودوا راح له لشيكاغو من رحله لرحله. كي راح له لشيكاغو والتر دخل في مدرسه واحده اخرى سموها ماكينلي، وين في هذيك المدرسه كان يرسم لهم دي كاريكاتور للجريده تاع المدرسه. طور صاير في حاجه كاع واحده اخرى. موراها كي قفل 18 عام خرج يعيش وحده، سكي لوجيك في امريكان ولا في اي بلاصه في اوروب ولا في بلدان واحد اخرين. كي قفل 18 عام اجبدها كابتك وروح عيش وحدك. دونك خرج يعيش وحده ولا الكونساس سيتي، وبدا يخدم في واحد البواط دو بوبليسيتي يرسم لهم عفايس تماك الداخل. وتماك دار معرفه مع واحد السيد، هاد السيد شغل غادي يولي شريكه، هو اللي يده ليبنا في كاع الحكايه وفي كاع شهر جاي. هاد السيد سموه اوب اي وركس، ولا بواط اللي كانوا يخدموا فيها سموها اتي فيلم. وهنا اللي بداو يتانسبيراو على الانيماسيون اكثر واكثر، شغل عينيهم تحلوا. وفي 1920 خرج اول فيلم قصير من لابواط تاع اتي فيلمز واللي خدمت مع والت، والفيلم القصير كان سموه نيو ماني. ومن كثر يتمشى غايه هذاك الفيلم القصير، لابواط قالت لوات وجماعته زيدونا وكثرونا من هذا لي فيلم. وتماك والت وصاحبه اوب بداو يخدموا بزاف افلام قصيره على المشاكل تاع الناس اليوميه، ولكن فاصون تاع كوميدي. ولكن من موراها والت كره يخدم عند الناس وبغى هو يخدم عند روحه ويحل لابواط تاعه، على خاطرش حس باللي عنده بوتونسيال كبير وين ينجم يدير ضجه كبيره بزاف، لانه هذوك الافلام القصيره هو اللي كان يدير خدمه كبيره بزاف هو وصاحبه، ولابواط ما كانت تدير بريسك والو. تماك والت قال باللي يليق لي نحل لابواط تاعي وحدي. وفي 23 ماي 1922 ديسني انتحلت. ولا تعرفوا باللي والت كان عنده 21 عام، ولكن تما ما كانش سموها ديسني، كان سموها لوست اورغرامز فيلمز انكوربوريتد. كانوا فيها 10 خدامه وكانوا يخدموا دائما وكاع الوقت حتى لليل. كانوا يخدموا بزاف اشرني في الخدمه، على خاطرش كان على بالهم باللي قادرين يديروا عفسه ولا ضجه كبيره في عالم تاع الاطفال. تماك شركه ديسني سنيت اول كونترات تاعها بقيمه $11,000. خاوتي لازم تعرفوا بلي $11,000 دروك تبان لنا نورمال زعما 230 مليون ولا ذاك الوقت. $11,000 بزاف دراهم. انا نهضروا خوتي على 1922 دروك راها بالك $500,000 ولا مليون ولا فايت. وبالك كان بزاف يتسائلوا علاش مدوا كاع الدراهم العفسه اللي كانت زعما ديسان ولا رسم ولا انيماسيون، باسكو كانت ايفوليوشن جديده كيما راه دروك الاي ولا نشوفوا عفايس اللي ما كانوش كاينين ولاو كاينين. الانيماسيون كانت كيما هاك، شغل عفسه جديده راهي تزيد، مازال ما على بالهم شنو غادي تديهم. وهذاك الكونترا كان الهدف تاعه ينتجوا واحد الفيلم واللي سموه اليس وندرلاند. نورمالمون قاعد تعرفوه ولا قاعد تعرفوا القصه، ولكن دائما كان مشاكل في كاع لي بروجي، كاين مشاكل. ان شاء الله في اونبريت ما يكونش كاين، يا ربي يا ربي. الشركه اللي داروا معها الكونترا اعلنت الافلاس تاعها، واللي يقول افلاس معناتها ما كاش دراهم، معناتها ما كاش كيفاش يخلصوهم. عطاوهم غير $100 من $11,000 هودت $100. تخيل انت تكون متفاهم مع واحد على بروجي تاع مليار يعطيك 10 ملايين. ولا تعرفوا باللي هذا الفشل معنوي وعقلاني ثاني فريد تحطموا. كانوا يقولوا باللي صاي الكونترا تاعنا الاول وغادي نخدموا وغادي نقلعوا تما وين كل شيء طاح. ولكن هادي اللي دير الديفيرونس ما بين انسان ينجح وانسان ما ينجحش. وهنا وين صارت عفسه فري كانت قريب تحطم والت صاحبنا، واللي هي الخدامين تاعه كاع حبسوا الخدمه. كانوا يقولوا بلي هذه الشركه ما عندهاش وين تروح، نحبسوا من دروك ونروحوا نشوفوا واش نديروا بحياتنا. فري داروا غلطه كبيره بزاف، لو كان دروك راهم ارشي ملياردير. ولكن ذاك الوقت ما كاش على بالهم شا كان جاي. وثاني وسورتو نقدروا نفهموهم على خاطرش كانوا يخدموا بزاف كما قلنا لكم، كانوا اشارني في الخدمه، يخدموا حتى لليل ما يحبسوش كاع وما يخلصوش ولا يخلصوا قليل، وزيد الكونترا تاعهم الاولى انولاس ما غاديش يخلصوا. وهنا والتر لقى روحه وحده. تماك يأس وكره وقال نحبس. ولكن روي خوه الكبير اللي قلنا لكم عليه كان تماك دائما حاضر وواقف معاه وانكوراجاه وقال له حرز تحبس حرز تكره انا نعاونك. بلع الشركه وراح لوس انجلوس. علاش؟ لانه تعرفوا خوتي بلي لوس انجلوس فيها بزاف بيبان محلولين. لوس انجلوس ديجا جايه في كاليفورنيا وما كاين هوليوود عالم السينما. مين راح كرا عند عمه وراح تماك ضرب كاع هوليوود كيما دارت وراح يدور عند الاستوديو. ولكن السيفي تاعه ما كاش معمر بزاف، ما كاش لي شاف كاع فيه، وسورتو شغل تترسم احنا تاع السينما شغل ذاك الوقت خوتي الرسم ميكيات ما كاش اللي كان زايدها. دونك ما كاش اللي بغى يخدمه ولا يعاونه ماديا ابار خوه اللي قال له انا نعاونك ونعطيك الكود بوس باش تقلع
وكرا له كراج. وهنا خاوتي وين والت ديزني مع خوه روي بداو شراكه، هما ديجا خوتو بداو شراكه واحده اخرى في الخدمه اللي هي والت حاط راسه في الكراج 24 ساعه على 24 هو يخدم في الرسم، وخوه روي مقابل شغل الكوتي تاع الجيستيون دراهم تخص حاجه كيكونوا اون دات قاعد صوالح مستكلف بهم روي. 16 اكتوبر 1923 هذا هو التاريخ اللي فرج عليه ربي كما يقولوا. حلو هو وخوه استوديو ديزني بروز كارتونز، وهنا مازال باقي بزاف في القصه تاعنا. هنا غير شغل غير اعلانوا ما كاش قال لي كان يعرفهم ولكن استوديو اللي اعلنوا عليه بداوه اول استوديو تاع انيماسيون في هوليوود. تخيلوا هوليوود هذا اول استوديو تاع رسم مخصص للرسم الانيماسيون. كانت كاينه واحد الانسانه اللي سموها مارغاريت وينكلر، هذه كانت مخرجه في هوليوود، داروا معها كونتاكت لصقوا ديريكت الواتساب ريغلي كاش حاجه رانا هنا وتفاهموا معها على اول برودوي ولا اول بروجي خدموه في رحبه، أليس وندرلاند. ولكن هنا كانوا اذكياء ما طلبوش بزاف دراهم، 7 حلقات. قالها اختي الحلقه ب $1800. ولكن مارغاريت وينكلر ماشي سهله هي تاني باش تعطيهم دراهم، قالت لهم حقوق البث والنشر نديهم، شكون مولاه انا صاي خلصكم، ما عندكم حتى اسم في هذا البروجي. قال لهم كاش مشكل حنا خصنا دراهم ولا كرينا كراج وكاع خدامين ما يهمناش عندنا كريه تاع الحاج نخلصوها. هنا كان عندهم تخمام تاع اي انسان اللي راه باغي ينجح، حبسوا من هذيك الكريه، راحوا كبروا الكريه تاعهم وكبروا الفريق. والتر عاود عيط لصاحبه هوب يقول لكم عليه الساعه، قال لها روح حبيبي عاود لونسينا راني مسحقك بسم الله. وكانت كاينه واحد المراه اسمها ليليان بونز اللي هي ولات مرته في 1925، ولكن هنا وين ما رانا نحكو راهي الاسيستونت تاعه في الشركه. وموراها شو الخدمه كثرت، الخير صاي شغل صاي الستريس وقع لهم خدمه بزاف. حتى في 1926 زادوا كبروا كتر وبدلوا الاسم، ردوها والت ديزني ستوديوز، قلعوا هذه كارتونز وبروز. روي قال لها انت اخويا انت اخويا، قال لها ما بيناتناش بصح يسمح لي ريتولي والت ديزني ستوديو باسكو هذه انا رسمت البقري في صغري وكاع انت. نقول لكم لهذيك المخرجه اللي خدمت معاهم 13 حلقه مارغاريت، هذيك تزوجت مع واحد الانسان اللي اسمه شارلز مينزس وولات بالحمل. اوتوماتيكمون كي ولات بالحمل تحبس خدمه ديك بيريود، وراجلها استولى على الامورات الباقيه. وهنا قال لهم أليس وندرلاند صايك شغل بديت نشوف باللي الناس بدات تكرهها، انا جديد جيبوا لنا حاجه جديده باسكو غادي نفقدوا الناس ونفقدوا المشاهدين تاعنا، باي باي البروجي راك اللي ما درنا والو. وتمك هذا الانسان جاب لهم كونطرا مع يونيفرسال. خاوتي الدعوه ما راهاش تزعق، النيفو راه يطلع حده. وفي 30 سبتمبر 1925 ما زادوش داروا حلقه واحده تاع أليس وندرلاند. ومع يونيفرسال دخلوا في بروجي جديد في انيماسيون جديده تحت اسم اوزوالد، الارنب اوزوالد كما نقولوا لو لابان. وتماك والتر تكبر عليهم صاي، حبس ما يرسم، قال لهم ليكيب ما نزيدش نرسم، ما نزيدش نرفد كريون من هذا النهار ولا ديريكتور. خاوتي ما بين قوسين اوزوالد يفكركم في حاجه واحده اخرى، من بعد نولوا لها هذه صاي، خلوها بين قوسين عقلوا على هذه العفسه. موراها من كثرات اللي شاع اوزوالد وطرطقوا وداروا بزاف دراهم، لازم تعرفوا بلي هذوك الدراهم ما كانش يديهم والت ديزني مالوروزمون، كان يديهم هذاك الانسان اسمه شارلز مينزس، راجل هذيك مارغاريت اللي كانت بالحمل، هو اللي كان يدي هذه الاكثريه تاع الدراهم وكان يخلص والت ديزني منهم. تماك شغل والت ديزني هو اللي يدير كل شيء، الاخر جاب له كونتاكت تاع يونيفرسال دا دراهم اكثر منه. هكا تمشي الدنيا خاوتي، اذا تفهموها شغل انت تخدم بزاف دير كلش، يجي واحد يدير لك كونتاكت مع واحد، هذاك الواحد يخلصك في هذيك الحاجه. الانسان اللي قال الو ويك راك داير لاباس يدي دراهم قادر يدي اكثر منك. وهنا والتر ديزني قال كيفاه شرا صاري
نجم دوموندي دراهم كتر شغل راني ندي بورسونتاج قليل. اوزوالد طرطق علاه ما نديش، ما فهمتش انا مول كل شيء، انا اللي راني نتعب وخدامه تاوعي كيف هذه. راح دوموندا من هذاك تشارلز قال له حبيبي هاشا كاين طلع لنا شويه درهمات زيدنا شويه باسكو ما ناش اليز. تشارلز خشن راسه وقال له ودي هنا رانا هنا فرانك ما تديش. البيجي ما كانش خوتي، بيجي ما هذه قالت علي عرفتي البيجي رانا قال راهم مزيره سمعنا البيجي ما يقعدش هذه قهمه بها. ولكن والتر ديزني دابز معاه قال له وي اسمعني حبسوا كلش تاك باغي كيف بيجي ما كيف من دخلوا على الدراما انا ندي هذا الصرف جرى صار. والتر ديزني دابز معاه تشارلز وتمك والتر ستريسا شويه باسكو تفكر في البدايه كي نجح وعاود كولا ولا خايف قال غادي تتعاود لي نفس الشيء نقعد غير هكا انايا كيفاه. تشارلز هنا دار عفسه تاع شياطين، خرج من الوالت ديزني ستوديوز وقال له اريفا ديتش يا حبيبي. دمع حقوق البث تاع الميكي اوزوالد باسكو حقوق البث كانوا تاعه تما معناتها الميكي هذا تاعك شغل صاي. دمع حقوق البث، دمعه الميكي كيما راه، دمعه بزاف خدامه اللي يكتبوا لي سيناريست، دمعه بزاف لي زانيماتور لي ديسينو. تما دا البروجي دا البروجي كيما راه وقال لهم غادي نتهلا فيكم في المال روحوا معايا قلعوا ديريك ما سماو لي والت ديزني تبعوا دراهم. ولكن كاين زوج زعامه كانوا واقفين مع والتر ديزني هما روي خوه وهوب صاحبه. هادو قالوا له اسمع رانا هنا كاع ما تخممش اي حاجه تصرا فيها بروبليم نعاودوا نريقلوها من الزيرو وما كاش مشكل انا نتعلموا. وهنا نقدروا نقولوا باللي جاتهم افضل فكره في تاريخ الانيماسيون كيما دارت. علاش ما نديروش نفس الديلير تاع الانيماسيون نقلعوا الارنب نديروا بلاصته فار. راكم عارفين لا سويت جماعه قاعده تخمم قاعدوا يقولوا فار كيفاه فار يخوف الاطفال الصغار غادي يخافوا. قالوا لا نديروه يضحك وعلى شكل طفولي نديروا له ودنين كبار ولبسوا له عفسه تضحك. شي العفسه اللي تضحك لبسوا له صالوبيت يعطوا لها الصالوبيت هذيك اللي فيها زوج حزامات. هنا 1928 والتر هو وصاحبه هوب بداو يخدموا على شخصيه جديده. علاش داروا فار خوتي باسكو كاع الحيوانات داروا عليهم سورتو القطوطه. ذاك الوقت كانوا كاينين بزاف ميكيات تاع قطوطه قالوا حنا غادي نديروا عفسه جديده غادي نديروا فار. في الاول الشخصيه تاع الفأر الجديده سماوها مورتيمر ولكن مرت والت مليحه الواحد ساعه يسمع مرته اش تقول باسكو كاين اللي يخسر راسه وتحسب ما يرجعش يقول باللي المراه كاع ما عندهاش راي. مرته قالت له لا سميه ميكي ماوس. تما هنا تقدروا تقولوا مرته زعما كانت منجمه تقول له اعطيني بورسونتاج تاع 40% من النجاح باسكو الاسم هو اللي لعب دور. خاوتي تسمعوا بعفسه تاع جيم تشينجر تجيب عفسه اللي تبدل اللعبه. خوتي ميكي ماوس تلمون شاع في العالم حتى غير هنا في الجزائر ولينا اي ميكي ديجا نقول له ميكي. اي عفسه تشوفها تتحرك تقول عليها يا ميكي. هي ماشي باسكو سموه ميكي هذا كرتون سموه ميكي على خاطرش ميكي ماوس. 15 ماي 1928 اول انيماسيون تاع ميكي ماوس خرجت في السينما. تما الناس هبلت فري عجبهم بزاف ولاو يهضروا على ميكي ماوس. فرج ميكي ماوس تالي فري شباب. والت هو وصاحبه اوغ كانوا يخدموا كل خطره على حلقه جديده. الاخر صاحبنا اللي دا حقوق وهرب كلا صبعيه كلاهم كلا عظم. من موراها باشهر خرجوا فيلم تاع ميكي ماوس جديد واللي كاع بريسك راكم شايفينه واللي سموه ميكي ماوس ستيم بويت ويلي. هذا الفيلم شاع بزاف وكما نقولوا احنا ماركه التاريخ تاع السينما. علاش؟ على خاطرش يعتبر اول فيلم انيماسيون سونور اللي فيه الصون شخصيات يهضروا باسكو بكري داك الوقت كانوا شارلي شابين يجي هكا بعد يكسبوا تيك راه يهضر. وخاوتي لازم تعرفوا باللي شغل الموسيقى داك الوقت اللي كانوا يديروها في الانيماسيون اوركسترا ماشي كيما داروا كان كلافي تيليشارجي يضربوا لايف منه فيلم ومنه يضربوا موسيقى. تخيلوا خاوتي ميكي ماوس زعما راه فايت يتمشى لي با زعما باغيين يديروا لا ساوند تراك شغل هو فايت وهما يلعبوا ديريكت شوفوا. والعفسه اللي فري خلعت الناس سيكو يهضر وزيد عنده شخصيه اللي جامي ما شفناها. راكم تعرفوا خوتي ميكي ماوس كيفاش يهضر هكا السلام عليكم هاكو شنو اون برات راه في السيت. والعفسه اللي خوتي تشوكي هي باللي الصون ولا الصوت تاع ميكي ماوس هو والت ديسني هو اللي كان يدير في هذيك لافوا تاع والت ديسني. من موراها في عام 1929 امريكا شهدت سقوط اقتصادي كبير. ما كانش دومين ما يعانيش. الدومين تاع الماكله يعاني، الدومين تاع ما باليش انا تاع القش يعاني. كاع الناس وكاع اللي يخدموا يعانوا ابار صاحبنا والت ديسني. تماك خوتي تخيلوا ما كان والو كاين ميكي ضحكك ينسيك شويه الهم. فري الناس تبرونشت مع ميكي ماوس. الناس ولات تهضر غير بديسني ميكي ماوس. تماك شغل الناس مدبرسه تتفرج في والت وهو يعمر بجوبه. تما كان يدير دراهم على الدبريس تاع الناس. هذا هو الكوميرس. ومن موراها
والتر جاته فكره جهنميه، قال علاش ما نديرش بيدي ولا كوميك ديديكاس الارقام يبغي بزاف د صوالح يشريهم، ماشي كنخلي هنا واحد كنخلي واحد وقيله داه صاحي تاع استيريكس اوبيليكس. وبارلون دو ارقام ديجا ميكي ماوس ثاني كانت كاينه شخصيه في ميكي ماوس هذاك الكلب كان يدير لي كيفك شغل غير يفوت يقول لي يقول صافا ارقام لاباس باش تعرف من موراها والتر ما حبسش غير في ميكي ماوس، قال بلي سيفري صح ميكي ماوس راه يتمشى هو، ولكن ما يلقش نحبس ولا نحصل غير فيه باسكو الناس غادي قادره تكره يليق لي نوع لهم. دار واحد السيري جديده سموها سيلي سيمفونيز. هاد السلسله كانت بالالوان، بالك ما تعرفوهاش ولكن لا تعرفوا باللي هاد السلسله احلام الشركه تاع ديزني ولا تدخل بزاف دراهم، كلش كان مريقل ابار مول الشركه والت ديزني اللي حكمه بيرن اوت. شو معناتها بيرن اوت؟ معناتها ديبريسيون ولكن غير في مجال تاع الخدمه، تولي تكره الخدمه ما توليش تبغي تخدم. وعلاش؟ لانه والت خدم بزاف، كان يخدم ليل ونهار باش يوقف هذه الشركه، ولكن من موراها زادت عنده بنت ويسموها دايان، وزاد ورباو شيرة صغيرة سموها شارون، وهادو زوج أطفال اللي يعاودوا ردوا لها الضحكة في وجهه. وفي نفس الوقت الشركة كانت تخدم بلا بيه، كانوا يخدموا على ميكي ماوس، وباش ما تموتش السلسلة كانوا دايما يانترودويزو ولا يدخلوا شخصيات جدد كما بار اكزومبل دينغو دونالد وبلوتو. وهنا لأول مرة خموا باش يديروا فيلم طويل لون ميتراج ماشي فيلم قصير كما كانوا يديروا من قبل. في واحد الليلة من الليلات تاع 1934 في الشركة تاع ديزني لايموا كاع الخدامة وحكاو لهم واحد القصة. مور اللي حكاو لهم هذيك القصة كاع الخدامة ولاو يبكوا تماك. مور اللي شبعوا بكى قالوا لهم بلي هذه القصة غادي نديروها فيلم، والاسم تاع الفيلم سموه بلونش ناج. وهذه القصة تاع بلونش ناج تاع الإخوان غريمز الألمان، زوج خوت من الالمان اللي كتبوها. فريق ديزني كان موتيفي باش يديروها فيلم، وداروا استيماسيون تاع البودجي، لازم يعرفوا ابري شحال غادي يكلفهم. لقاو باللي غادي يكلفهم 500,000 دولار، ولكن في الحقيقه كلفهم 1.5 مليون دولار. مليون دولار زياده على الاستيماسيون تاعهم. على بها خاوتي جامي ما تستمع فايس قول باللي مو انا 2 ملايين نريقل هذيك العبسه اللي خاصني، لا غادي خصك 12. خاوتي لازم تعرفوا باللي حقروهم. كيفاش حقروهم؟ كاع في هوليوود كانوا يزعقوا عليهم، ما كانش اللي امن بالفكره. قصه تاع واحدين المان بلونش ناج ما تيماجينوهاش كيما حنا دروك شفناها وعشناها وكبرنا بها. ايماجينوها تماك شغل الهضره بدات الدور، ترى بيدير هذا فيلم هو ميكي مرسوم هكا. شي القصه تاكل تفاحه ترقد، وحده شريره مرايه غير شكيل، واحدين قصار اقزام هادي روح كش كاع اللي غادي يديها فيك كاع. ولكن من الجهه الاخرى الفريق تاع ديزني 3 سنين هو يخدم سونزاري، ما خبشوش راسهم خاوتي السيريو هذا كاع باش في 1 ديسمبر 1937 يلونسو بلونش ناج والأقزام السبعة في الكريسماس. يعرفوا يختاروا الوقت خاوتي في الكريسماس في الثلج في البرد، على بالهم شنو يديروا. خاوتي كاين واحد العفسه اللي الاخرين تاع هوليوود سوزيستاماوها استصغروها. الا تعرفوا خوتي باللي الرسومات يعيشوا اكثر كيما طومي جيري اللي كاع نتفرجوهم هذوك الحلقات كاع خرجوا في الخمسينات خوتي. كون نوري لكم فيلم خارج في الخمسينات ما غاديش تفرجوه. على بها خوتي تعرفوا باللي انيماسيون تعيش اكثر من الفيلم، على بها ينجح اكثر. وجا وقت اللونسمون في ديسمبر كيما نقول لك افون بريمير. في الافون بريمير تاع الفيلم اللي داروا لانيكدوت تحكي باللي والت ديزني كان مقاود مرته يرجف من الخوف، مريح ويقارا باسكو دار لهم عفسه جديده ما على بالهاش كاش غادي يصرى. وكانوا مريحين غير لي ستار خاوتي تاع هوليوود هذاك الوقت، كاع المشاهير اللي مطردقين في العالم كانوا مجمعين يقراوا يتفرجوا واش دار لهم والت ديزني. وعلاش هذا الخوف وستريس؟ لانه مستقبل ديزني كومبلي راه في اللعب. ريحوا جابوا البوب كورن تاعهم قلعوا لهم الفيلم تاع بلونش ناج ساعه ونص تاع تفرج، موراها واحد 5 مينوت هما ساكتين مشوكين يشوفوا في والت ديزني. هذا الراس العبقري هذا اللي خرجنا هذا العبسه كيفاه ناضوا خاوتي غير لي ستار يزقوا حدهم. كاين بزاف اللي كانوا يبكوا، كاين بزاف اللي كانوا مستريسين باسكو لعب لهم بالمشاعر، بكاهم في الفيلم، فرحهم، طلع لهم الريتم، هود لهم الريتم، لعب غايه بالمشاعر تاع الناس. ناضوا ولاو يعنقوا فيه ويزقوا شغل تشوكاو شغل ما فهموش لو سي دوفر اللي دارها لهم والت ديزني. خوتي اللي ما فهمتوش هذا قبلها الناس كاع كانت تشوف بلي ميكيات تاع صغار، موراها فهموا بلي مام الكبار قادر يتفرجوا انيماسيون ويبكوا. خيلو خاوتي هو الانسان اللي كيما نقولوا ديبلوك هاد العفسه منه اللي ولاو كاينين فيلمات انيماسيون، ودخل موراها ببلونش ناج
8 ملايين دولار، انفستيسمون ناجح. حط $1.5 مليون دخل $8 ملايين ديريكت. $8 ملايين في الثلاثينات، خمو مليح شلون في الثلاثينات. وزاد دا اوسكار جديد في الخزنه. اوسكار ولا يتقايس. وهنا ديزني لقاو لاصوص دو لافوف، لقاو لاصوص ولقاو الوصفه كيفاش ينجحوا صوالحهم. شي يديروا قصه من اوروبا ردها انيماسيون بها، هذه هي لاصوص ولا لا روسيت اللي تمشاو بها من بعد. ولكن ما غاديش يقعدوا كاينين الصوالح اللي يفرحوا. فامومون الاختصار عفسه 1938 مه فلورا ماتت. باش ماتت؟ بالغاز. الغاز في دارها نطلق وهي ما عباتش وما على بلاش، قاعده تشم فيه حتى ماتت. هنا خوتي والت ديزني دخل في ديبرسيون كبيره في هاد البيريود. علاش؟ باسكو حس بلي الخطا تاعه. شنو هو الخطا تاعه؟ شرا لها فيلا كبيره بزاف وعايشها وحدها. موراها في 1940 ما حبسوش، داروا قصه واحده اخرى اللي دارت بوز كبير بزاف تاني، قصه مور قصه. هذه قصه ايطاليه، ممكن نقول لكم ايطاليه تعرفوها ديريكت، اللي يكذبوني فهي يطول. بينوكيو تاني ديزني. كومشي ديزني ما نعرفوش بينوكيو. خدموه ب $2.4 مليون وعاود دخلهم اوسكار واحد اخر وبزاف دراهم. وخاوتي كاين واحد ديتاي هنا، الاغنيه اللي داروها في بينوكيو نجحت نجاح كبير بزاف. الكثرات اللي نجحت الاغنيه وحدها دات اوسكار، تخيلوها هاد العفسه. وهذيك الاغنيه الكثريات اللي دارت هذا النجاح ولات الاغنيه الاوفيسيال ولا الرسميه تاع اللونسمون تاع ديزني. هذيك اللي تبدا في البدايه، هذيك تاع اي عفسه اللي خادمتها ديزني، هذيك تاع بينوكيو. موراها زادوا داروا فيلم واحد اخر تاع ميكي ماوس اللي سموه فانتازيا، ولكن شغل ما ردلهمش بزاف دراهم كيما لي بروجي اللي قبل. موراها زادوا داروا الفيلم تاع دومبو الفيل، هذاك نجح لهم شويه ودار لهم شويه دراهم زياده. ولكن في 1941 صارت شغل حرب ما بيناتهم، وهنا صار انقلاب خفيف. الخدامه كاع داروا على والت ديزني. علاش داروا عليه؟ باسكو مورما المبيعات نقصوا وما ولاش يدخل دراهم كيما كان، نقص لهم شويه في الخلصه وكاين اللي طردهم. هنا الخدامه داروا عليه كاع، قالوا له الله يسهل عليك رابح خاسر، احنا زيدنا دراهمنا وخلصنا نيشان. وقالوا له سيرتو ماكش تعدل بين الخدامه، الخلصه ماهيش كيف. هو كان يتمشى بواحد القانون، الافضل يخلص اكثر. هذا هو القانون اللي كان يتمشى به باش يتموتيفاو ويخدموا اكثر. داروا غراف تاع 1000 عامل، حبسوا الخدمه. وهنا بان كيما نقولوا ذا باد سايد ولا ذا ايفل سايد، كوتي الشيطاني تاع والت ديزني بان. خرج قرونه. شادر جاب لهم واحد المحامي في هذه القضيه. هذا المحامي سموه غونتر لينغ. غونتر الماني ايوا لصقوا هذه في هذه. وين تا 1941 ايوا موسطاش تاع شي كتب حسن منه من ويطلع يده. ايش فايت نعرف الامين اسفايم نفني راكم فاهمين خوتي. الفيغر هذاك الانسان اللي غادي نسموه احنا ميتلر كيما مضاري، احنا دائما نبدلوا له الاسم، ادولف ميتلر. هذا غونتر لينغ اللي جابه والت ديزني يتمشى بنفس عقليه ادولف ميتلر 100%، ما يزعق. جابه محامي في هذه القضيه. شا قال لهم يا تخدموا يا راكم مطرودين. الهضره الزايده تنقطع هنا. وزاد راح شكا بيهم للاف بي اي، قال لهم هادو مجرمين وراهم باغيين يديروا الخلاط وراهم باغيين يديروا لاغراف وراهم يدوروا في الناس علينا. ولازم تعرفوا بلي كان يساهم في دراهم اقتصاد تاع الدوله تاع امريكان، زعما الدوله اللي تجي معاه باينه اوتوماتيكمون. وقال لهم بلي راهم يعلموا الناس باش يديروا لي غراف في الشركات الاخرين وغادي تدور عليكم تخلطت، لازم نحدوهم ونحبسوهم، خدم ولا طرد. شاسرا موراها ذا ديل از دان. المهمه نجحت تاع صاحب مول الموسطاش مع والت ديزني. 30 جويلية 1941 حبسوا لاغراف. ومن هذا النهار ولا من هذا اليوم الامور جامي ما ولات كما كانت. سيريو، الضحك مكاش، الهضره في وقتها، الخدمه في وقتها، والزيو. ديسمبر 1941 الامريكان دخلت في الحرب العالميه الثانيه. على بالنا بالحرب العالميه الثانيه بدات في 39، بدات قبل، ولكن الامريكان دخلت ولا بلونجت في 41. وكي تقول حرب خوتي تقول حرب بالدراهم وبالسلاح وثاني بالبروباغندا. دونك هنا استعملوا ديزني باش يديروا البروباغندا. شو معناتها بروباغندا؟ يستعمل اي وسيله، فيلم ولا غنيه ولا باش يقول لك بلي زعما حنا لي نيشان هادو اللي راهم كونترنا وكاع يضرك. وراحوا اكثر من ذلك بعيد، لانه ولاو يدسوا مام السلاح تاعهم في الاستوديو تاع ديزني، وكانوا تاني يرقدوا فيهم الجنود. وهذوك الافلام القصيره تاع بروباغندا كانوا يفيزوا ديريكت مول الموسطاش، يعايروه بينو باللي هذا راه غير شكل وهذا كريمينال ويليق نكونوا كونتره. وفيلم من الافلام اللي داروهم كان واحد سموه دير فيغرز فيس، اللي معناتها وجه الفيرر. الفيغر اللي هو الحاكم بالالمانيه، وراكم عارفين شكون هو الحاكم، اخ ماين فيغر. وفيه دونالد دوك يزعق على مول الموسطاش. ولكن من موراها في عام 1942 قالوا باللي كثرنا الحرب والمبيعات راهم ينقصوا، يلقنا خرجوا فيه شباب بزاف اللي اثر يعاود ياثر على الناس وعلى الصغار كما درنا مع بلونشناج. خرجوا فيلم خوتي اللي ماركا التاريخ واللي سموه بومبي. قعدوا 5 سنين باش خدموه
وداروا مام في استوديو تاع ديسني داخل في الاستوديو داروا حديقه حيوانات صغيره وين فيها غزاله وفيها بزاف حيوانات باش يرسموهم ويتانسبيراو. وموراها في عام 1946 خرج فيلم واحد اخر واللي سموه ميلودي اوف ذا ساوث، وين فيه يحكوا على العنصريه تاع بكري. ومن موراها في الخمسينات تحرحروا زادوا خرجوا بزاف فيلمات اللي ماركاو التاريخ تاع الانيماسيون تاع السينما ولي تيتر اللي فري شايعين حتى لدروك دراري صغار تاع دروك ويعرفوهم وشافوهم، كيما باغ اكزومبل سندريلا، بيتر بون وليدي اند ترامب. وموراها في عام 1955 حلوا صفحه جديده، صفحه نظيفه بيضاء. والت ديزني كان يروح بزاف هو والعائله تاعه في حديقه الملاهي كيما نقولوا لي ماناج، وين بلايص تلعب فيهم تطلع تهود يقيسوك تشمخ. هو تماك مي كان يروح كان يستمتع ولاده ومرته تاني. جاته فكرة شابة وجهنمية واللي هي يدير حديقة يسميها ديسني لوند، حديقة ولا ماناج تاع ديسني فيه كاع الشخصيات اللي تلقاهم في لي فيلم تاع ديسني. ولكن مالغري كاع الدراهم اللي كانوا عنده، مالغري كاع الدراهم اللي كانوا عنده ما قدوش باش يحل بارك. وهنا وين سنيا كونترا مع اي بي سي باش يمولوه، ماشي اي بي سي بانك، اي بي سي تلفزيون، ولكن ماشي بالمجان. المقابل ديسني تخدم الاي بي سي سلسله من السلاسل تاع عندهم بزاف سلسلات يخدموا واحد سلسله واحده فيهم. من موراها من د الدراهم قال وين نحل، اختار في البلاصه اللي حل فيها استوديو تاعه واللي هي لوس انجلوس. حل تما اول ديسني لوند واللي سماه ديسني لوند لوس انجلوس. في 17 جويلية 1955 ديسني لوند لوس انجلوس حل الابواب تاعه. لاشان اللي كانت كاينه اللي كانت تقارع على الطول تاعها كان 11 كيلومتر. 11 كيلومتر ماشي بنادم مور بنادم، شغل 20 ولا 30 بنادم مور 20 ولا 30 بنادم، صف غليظ باسكو الابواب كبار. النهار الاول دخل للبارك 30,000 انسان، وموراها بعام كانوا دخلوا 4 ملايين انسان. وفي 1959 سيتادير 4 سنين مور اللي حلوا كانوا داروا فايده تاع 70 مليون دولار. وتماك قالوا علاش ما نحلوش بزاف، زادوا حلوا واحد اخر في فلوريدا وبناه حدا واحد البلاصه اللي فيها سلسله تاع فنادق باش كاع الناس من العالم كامل تجي تبات في دوك لي زوتيل وتروح تدخل ديسني لوند. هذه هي خوتي. وفي نفس الوقت كانوا او ميم طون ثاني خرجوا بزاف فيلمات ولي زوسكار كانوا يدوا واحد يحلوا البلاكار ويقيسوه، كانوا يلموا في لي زوسكار ما باليش اش يديروا بيهم. والتر هنا بدا يحس بالتعب، الضرر، الملل وعيا الخدمة والضغط الكبير اللي فوته. وكيقف 64 عام عرف باللي عنده سرطان رئوي عافاكم الله. 15 ديسمبر 1966 والت ديزني ولا والتر ديزني توفى ومات. خلى موراه اكثر من 22 اوسكار وزوج تاع ديزني لوند. الى يومنا هذا ديزني ستوديوز راهم دايرين اكثر من 157 فيلم وداروا بزاف نجاحات، وشراو حتى بيكسار ستوديوز اللي كانت دير تاني الانيماسيون، وشراو تاني مارفل في 2009. وهنا كملت القصة تاع إنسان بدا يرسم حيوانات في المزرعة، كملها بأنه يفرح بوبيلاسيون تاع كرة أرضية كومبلي بالعفايس اللي دارهم منا اللي كبرنا بهم. دونك هنا كملت قصة تاعنا تاع والت ديزني ولا والتر ديزني. فوالا خوتي، جسبر تكون القصة استمتعتوا بها، جسبر تكونوا استمتعتوا. نتلاقوا في قصة واحدة أخرى ولا فيديو واحد أخرى اليوم إن شاء الله. هيا أو فيدرزين